يا صباح الفل. خليني احكي لكم قصه غريبه كده شويه. موقف حصل معايا في القاهره. كنت انا رايح الجيزه، رايح ازور الاهرامات واشوف جده ابو الهول. المهم قالوا لي اركب منطقه كده ماشي، وانزل حته اسمها مشعل او ترسه، مش فاكر. المهم يعني حته كده انزلها، وبعدين همشي شويه حلوين كده على طول اوصل عند البوابه. فالسواق نزلني قال لي خد الشارع ده اهو وهتوصل الاهرامات. المهم اول ما نزلت من الميكروباص لقيت واحد بيستقبلني، راجل اسمر فشخ كده، بيقول لي انت رايح الاهرامات؟ اه. شايف الحكومه اللي قاعدين هناك دول؟ قلت له اه. مالها؟ قال لي دولت مانعين اي حد يعدي من الطريق ده، والجيش واقف جوه مانعين اي حد بيعدي من الطريق ده عشان في صيانه، وانا مقدم لك عرض ركبك الجمل مكيف وفي واي فاي. الواي فاي بقى فين؟ حاطط الواي فاي فين؟ والجمل يعني التكييف ايه بيطلع منين التكييف؟ الكلام طبعا ما يدخلش العقل، ومعروف ان الراجل ده نصاب. المهم انا بيقول لي انت منين يا عم؟ انا من دمياط. هو بقى خلاص ده كده زبون بقى عبيط وهيضحك عليه والجو ده. المهم ايوه يعني هتاخد كام في الحوار ده؟ واوصل في قد ايه؟ قال لي في ساعه وهدخلك عن طريق الصحراء. قلت له ايوه يعني ساعه. طب الفلوس كام؟ مش راضي يقول لي، وعمال يغريني يقول لي ده انت هتركب كمان بالجمل، هيوديك اتوبيس، والاتوبيس دوت هتلاقي فيه بقى ناس اجانب، تمام؟ وطبعا الاجانب لهم عادات وتقاليد غير حاجتنا. يعني عادي لما يكونوا لابسين حاجات بسيطه، او يكون واحد بيعمل حاجه مع واحده في الاتوبيس، عادي جدا، انت ما تحطش في دماغك. بس صدقني كل شويه بقى الكلمه دي يقولها، بس صدقني انت هتنبسط معانا بالطلعه دي. كل شويه يقولها بس صدقني انت هتنبسط معانا بالطلعه دي، وانا كل اللي عندي ان انا ابسطك واريحك. الكلمه دي افتكرتها والله، هي دي. انا كل هدفي ان ابسطك واريحك، ان اريحك وابسطك. فواحد لما يقول لك هياخدك بجمل مكيف وفيه واي فاي، ما تعرفش ازاي حاطط الواي فاي فين او حاطط التكييف فين بالجمل، واخدين بالكم؟ تمام. يا لهوي. المهم يعني معروفه، هيمشي بيك شويه لحد هيوديك حته خاليه، وهيقوم مقلبك مطلع اللي معاك، والله اعلم بقى هيقتلك او يسيبك حي وهو مزاجه، ملهاش تحليل غير كده. فاللي هو لما انا سالته اكتر من مره على السعر يقعد يتهرب، قلت له خلاص اشوف حد تاني. طب مش عارف ده انا اهم حاجه عندي ان انا اريحك وابسطك. قلت له ما انا عارف وقلت الكلمه دي اكتر من مره، عارف، ابقى اجي لك مره تانيه. يقول لي طب انت هتجيلي ازاي مره تانيه وانت اصلا اول مره تشوفني؟ قلت له ما انا عارف مكانك، انت هتفضل واقف هنا اهوت، وعادي هات رقم تليفونك هبقى اتصل عليك لما اجي. طب ما ويحاول يتكلم ويجيبني يمين شمال. طبعا هو راجل بضان اللي هو بقى فاهم، قفل لي، انا مخي اتقفل، معروف وش انه نصاب، وعارف اللي انا كشفته اللي هو نصاب، تمام. الغريب اللي انا كنت عايز ابلغ الحكومه اللي قاعدين قدامه الناحيه التانيه، بس ما رضيتش برضو الحاجه. انا واحد مش من البلد، فاهم انت ازاي؟ فانت ما تعرفش مثلا ممكن يحصل اي شيء، او يجيب صحابه او كلام من ده، ممكن ما انتش تعرف تطلع. فاللي هو انا عايز اهرب من المعركه باقل خسائر. فعشان كده بقى سحبت ناعم، اللي هو خلاص يا باشا مش عايز، لا انا همشيها بقى، معايا خريطه همشيها، مالكش دعوه همشيها. الجيش هيمنعك مش عارف ماشي هروح للجيش واقول له طب بقول لك انا مش عايزك تفهمني غلط والله، انا اهم حاجه عندي. قلت له انك تريحني وتبسطني، خلاص حفظنا فهمنا مع السلامه على طول كده. فيا جدعان مش اي حد يقول لكم اي حاجه تصدقوها، الكلام برضو فيه عقل ومنطق. طبعا يعني انا هاجي لك اوقفك في الشارع وهعرض عليك عرض، واقعد اغريك ببنات واجانب وما اجانب، والناس بتروح مخصوص القاهره عشان يشوفوا الاجانب لاول مره في حياتهم ويتصوروا معاهم، واو بقى ده اجنبي، ده شعرها اصفر، ده شعره اصفر، ده ابيضاني، ده مش عارف يا جدعان ما اعقلوا الكلام شويه. يعني طريقه عمل النصاب او الحرامي عموما في الحياه، بيشوف الحاجه اللي انت محتاجها وبيديها لك يعني، وحاجه غير منطقيه. يعني مثلا انت بتحلم الوقت انك تمشي تتكعبل تلاقي شنطه فلوس على الارض، هو هيقول لك كده، هو هيقنعك بكده، اللي انت هتدفع لي يا عم 1000 جنيه وهرجعهم لك 2000. بتحصل من اول ما الزمن ابتدى لحد يوم القيامه، ولسه بتحصل ولسه هتحصل، وبطرق مختلفه وبطرق شيك. فخدوا بالكم، خدوا بالكم. انا افتكرت الموقف ده والله. دخلت جبت اسم المنطقه، كنت انا مسجلها عندي، كانت اسمها مشعل تقريبا. بتوع القاهره هم اللي هيبقوا عارفين وهيردوا في الكومنتات، ومش بعيد اصلا يكونوا عارفين الشخص ده. هو كان واحد كده يعني طوله بتاع حوالي 160 سم ماشي، ورفيع واسمراني، ويجي له مثلا في رينج 28 سنه 32 سنه، هو في الحدود دي كده. يلا اي خدمه، اديتكم مواصفاته عشان تقبضوا عليه. اتشرفت بمعرفتكم يا جماعه، سلام.